ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هتكلم معاكم النهارده على معامل مهم جدا من العوامل او المعاملات المهمه اللي بنحسب بيها او بنقدر نقيس بيها قدره الشركه على الحفاظ على الموظفين بتوعها، في الحفاظ على الموظفين بتوعها، وكمان بنقدر نقيس بيها مدى اداء او مدى تاثير اداره الموارد البشريه او الاتش ار جوه الشركه، والا وهو معدل دوران العماله اللي هو بالانجلش اسمه التيرن اوفر او الام بي تيرن اوفر. يعني ايه معدل دوران العماله؟ كلمه تيرن اوفر معناها ان في حاجه بتحصل ان واوت، دخول وخروج دخول وخروج. فانا عايز اعرف النهارده انا عدد الناس اللي بتخرج من عندي بره الشركه وتمشي وتسيبني نسبتهم قد ايه من متوسط الموظفين اللي موجودين معايا. طيب هتيجي تقول لي هو انت هنا بتقيس الناس اللي مشيت باستقاله ومشيت بنفسها او برغبتها او بنقول تطوعيا يعني بارادتها، ولا بتقيس الناس اللي احنا مشيناهم عشان ادائهم مش كويس، عشان عاملين مصايب، عشان عندهم انتهى مش هنجدده او سرقوا او. لا، انا هنا بقيس الناس اللي استقالوا وقرروا برغبتهم ان هم يسيبوك كشركه ويمشوا. هتقول لي طب ليه ما تاخدش الرقم التاني كمان معاك وتحسب كله مع بعضه؟ اقول لك بص، هل انت في علاقاتك يهمك الناس اللي انت خدت قرار ان هم ما يبقوش موجودين في حياتك وخليتهم يخرجوا بره حياتك، ولا يهمك الناس اللي بتسيبك وبتمشي تعرف ليه بيسيبوك ويمشوا؟ نفس الفكره. لو انا كشركه النهارده يهمني اكتر اعرف ايه؟ لا، يهمني اكتر اعرف هي الناس ليه بتسيبني وتمشي، ليه بتقدم استقالاتها وتمشي. في بعضهم بيجي في الاكس انترفيو او في مقابله نهايه الخدمه يقول لك انا والله عندي اوفر في مكان تاني، بس هو ممكن يكون ماشي بسبب تاني، مديره مش مبسوط معاه، بيضايقه، بيعامله معامله مش كويسه، مرتباتهم مش احسن حاجه، في مشاكل في الشركه، في مشاكل في الاداره، بس الناس ما بتتكلمش. امال ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان انا بيهمني كشركه ان انا اعرف هي الناس اللي مشيت من عندي حجمهم قد ايه او نسبتهم قد ايه من الموظفين، عشان ده الرقم اللي انا محتاج اعرف انا محتاج اشتغل عليه ان انا اخليه يزيد او اخليه يقل. ايه ده؟ هو انا محتاج ازوده ولا اقلله؟ افكر في الموضوع ده ورد عليا، المفروض انه يزيد ولا يقل. تعالى بس الاول نحسب مع بعض هو التيرن اوفر بيتحسب ازاي ونعرف المعادله بتاعته بتمشي ازاي. معدل دوران العماله اللي هو التيرن اوفر حسبته كالتالي. بنعمل معادلة بتقول عدد الاستقالات خلال الفترة على متوسط عدد العاملين خلال نفس الفترة، الكلام ده كله في المية عشان نطلع نسبة مئوية. طبعا هتقول لي مش فاهم حاجة ولازم تديني مثال عشان افهم، وانت عارف ان انا هعمل كده من غير ما تقول، فيلا بينا نطلع على مثال. في بداية الفترة اللي هي 1/7/2022 ونهاية الفترة اللي هي 31/7/2022. قلت لك أول الشهر وقلت لك آخر الشهر. أول الشهر بصيت على السيستم لقيت عندي 600 موظف على السيستم مسجلين إن هم أكتف شغالين، وجيت آخر الشهر ببص على السيستم لقيت عندي 580 موظف. ده معناه ايه؟ برافو عليك، زي ما انت قلت بالظبط، في 20 واحد مشوا. بس الحقيقه الكلام ده ممكن ما يبقاش مظبوط. ليه مش مظبوط؟ لان انا وانت اتفقنا ان احنا هنعد عدد الاستقالات. هنعد عدد الاستقالات يعني نفتح الفايل او درج او الحاجه اللي احنا بنحط فيها الاستقالات بتاعت الموظفين. وخليني بس اكد معلومه ان كلمه استقاله معناها ان الموظف ترك الخدمه ومشي، خد مستحقاته بقى وخد كل ورقه واتكل على الله، ما بقاش موجود في المكان، مش لسه هيمشي الشهر اللي جاي. بتكلم عن حد مشي في خلال الفتره اللي احنا قلناها من 1/7 ل 31/7. لقينا عدد الاستقالات اللي موجود في الدرج عباره عن 32 استقاله. هتقول لي الكلام ده مش منطقي لان الفرق بين الاثنين 20. هقول لك لا، منطقي لان انا ما اديتلكش معطيات بتقول انا عينت كام واحد. هتقول لي هتفرق في ايه عينت كام واحد؟ هقول لك بكل بساطه لان في قطاعات كتير في الشركات ممكن موظفين تخش تشتغل وتمشي بعد يومين، بعد 5، بعد اسبوع، بعد شهر، في خلال الشهر. فده معناه ان في موظفين اتعينت ومشيت في خلال نفس الفتره الا وهي من 1/7 ل 31. يبقى الرقم ده منطقي لان احنا اتفقنا ان الريفرنس بتاعي او المرجع بتاعي هي عدد الاستقالات اللي في ايدي. طب يلا احسب لي المعادله. تيرن اوفر بيساوي الاستقالات مبسوط 32. طب المتوسط اجيبه ازاي؟ زمان علمونا ان المتوسط عباره عن مجموع الحاجات
عدد الحاجات. بغض النظر الحاجات اللي انت بتعدها دي هي ايه؟ عدد عربيات، عدد كراسي، عدد موظفين، عدد فلوس، ايا كان العدد اللي انت بتجمعه. طيب المتوسط بتاعي في الحسبه دي عباره عن هي ايه الحاجات اللي معايا؟ ادي حاجه وادي حاجه. يبقى انا عندي 600 زائد 580 على هما كام حاجه؟ 2. يبقى 580 زائد 600 على 2 تدي 590 موظف. يبقى انا كده متوسط عدد الموظفين خلال الشهر 590 موظف. هتيجي تسالني هو انت ليه ما خدتش ال 600؟ هقول لك انا تجاهلت اللي حصل خلال ال 30 يوم، ولو خدت ال 580 انا تجاهلت اللي حصل في خلال ال 30 يوم اللي قبل كده. عشان كده بناخد المتوسط. طلع المتوسط 590 في 100، يبقى النسبه بتاعتي 5.42% تقريبا. طب النسبه دي كويسه ولا وحشه؟ هسيبك انت اللي ترد وتحكم لو عندك معلومه، لو ما عندكش معلومه هنرجع نتكلم فيها مع بعض. طيب اللي احنا حسبناه ده في البيزنس بنسميه حاجه MTD. يعني ايه MTD؟ يعني month to date. يعني ايه month to date؟ يعني سيادتك النهارده بتقول لي لو انا عايز اعرف الوقت اللي احنا موجودين فيه، اللحظه اللي انا بسالك فيها دي موقفنا ايه، يبقى انا بقول لك month to date. هديك مثال بسيط جدا. لو انا النهارده شغال في معرض عربيات مثلا او في مكان ببيع حاجه، جه المدير بتاعي قال لي يا محمود هو احنا النهارده مانث تو ديت بعنا بكام؟ ده معناه ان هو بيسالني من يوم 1 في الشهر اللي هو بيسالني فيه، وليكن شهر 2 زي دلوقتي، لحد اليوم اللي انا بتكلم فيه النهارده وليكن يوم 12 في الشهر، حضرتك بعت فلوس قد ايه؟ طب هو محتاج يعرف بقيه الشهر؟ ما هو لسه ما جاش اصلا. يبقى هو بيسالني مانث تو ديت من اول الشهر لحد اخره. طيب لو عايز يعرف بقى من اول السنه لحد اللحظه اللي انا بساله فيها دي بعنا بكام، هنطلق مصطلح تاني الا وهو الواي. شويه عندي رخمه حبتين. واي تي دي year to date. وطبعا حسبه اليير تو ديت ليها طريقه تانيه او ليها منهج تاني عشان نعمل نحسب مع بعض اليير تو ديت بيتحسب ازاي. هنمشي برضه بنفس المعادله، بس المره دي لازم يبقى معايا معطيات مختلفه. اقول لك ادي شهر يناير، ادي فبراير، ادي مارس، ادي ابريل، ادي مايو، وكمل الشهور زي ما انت عايز. خلينا نقف لحد مايو، لحد يوم 31 1 28 2 31 3 30 4 31 5. يعني انا بديك الرقم اللي موجود في نهايه كل فتره. 31 يناير كان عندي 600 موظف، فبراير كان عندي 605، في مارس بقى عندي 598، في ابريل بقى عندي 602، وفي مايو بقى عندي 593. مشي عندي في شهر ابريل 2، مشي في فبراير 7، في مارس مشي 3، في ابريل ما مشيش ولا موظف، وفي مايو مشي 12. لو انا عايز احسب التيرن اوفر بتاع الفتره دي اللي هي من شهر يناير لشهر 5، احسبها ازاي؟ اعمل ايه؟ تيرن اوفر اليير تو ديت بيساوي عدد الاستقلالات 2 زائد 7 زائد 3 زائد 0 زائد 12 على المتوسط. 12 مش هينفع. طب اجيب المتوسط ازاي؟ لما جينا في المتوسط هنا قلنا مجموع الحاجات على عددها، هعمل نفس المعادله بس المره دي هقول ان مجموع الحاجات بتاعي بيساوي 605 600 الاول انا اسف زائد 605 زائد 598 زائد 602 زائد 593 على قول لي على كام؟ على 5. ليه 5؟ عشان دول 5 شهور. 1 2 3 4 5. الرقم ده يساوي كام؟ 599 و6 موظف. طبعا فكره ان انا اتعامل مع الموظف بالنص والربع والثلث والستة من عشرة وسبعة من عشرات، الكلام ده ما ينفعش لان احنا بنتعامل مع بني ادمين، فاوتوماتيك بقرب الرقم ده لل 600. يبقى الرقم بتاعي عباره عن 2 زائد 7 زائد 3 زائد 0 زائد 12 على 600 في 100 تساوي كام؟ 2 و7 9 9 و 3 12 12 24 على 600 في 100 4%. طيب انت حسبت هنا مانث تو ديت وحسبت هنا واي تو ديت. طب انا هستفيد ايه بالارقام دي؟ زي ما قلت لك ده رقم هيديك قد ايه مشي من ال
590 تقريبا، وقد ايه مشي من ال 600 موظف، وهنا تقدر تقيس هل انت بتقدر تحافظ على الموظفين بتاعتك ولا لا. وده بكل بساطه كانت حسبه التيرن اوفر. ممكن تلاقي مدارس او ناس بتشتغلها او بتشرحها او بتحسبها بشكل مختلف، بس انا بقول لك من وجهه نظري بالممارسه وخبرتي اللي مريت بيها قبل كده. انا كشركه يهمني اكتر اعرف الناس اللي مشيت، مش اللي انا مشيتهم وانا اوريدي كنت واخد قرار وعارف ابعاده عامله ازاي. فيهمني اللي هم اختاروا ان هم يسيبوني ويمشي اعرف نسبتهم قد ايه. بالتوفيق.